السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو عن تقزيم المانجا فوق سطح المنزل، وهل المانجا المقزمة هتثمر بعد كام سنة. طيب جميل. أول شيء يا جماعة، المانجا دي أنواع، تمام، وأنواعها لا تعد ولا تحصى. يستحسن السؤال يبقى المانجا المزروعة من البذرة هتثمر بعد كام سنة. ليه بقى؟ عشان يختلف السؤال، لأن المانجا المطعمة ممكن تثمر على سنة، تمام. يعني لو اتطعمت النهاردة تثمر الموسم الجاي، لأن انت واخد قلم من مانجا بتثمر على طول، يعني خلاص يعني بتثمر. طيب لو هنرد على السؤال، المانجا اللي مزروعة من البذرة هتثمر بعد قد ايه؟ اول شيء، اي زرعة مزروعة من البذرة بتطول يا جماعة. يعني المانجا بتاعتك المزروعة من البذرة، تمام، تاخد معاك سواء كانت مقزمة او غير مقزمة، ممكن تاخد معاك من سنة ل3 ل4، ممكن وانت طالع، عشان ما افضلش اقول بالسنين. وفي هنا حاجة تانية، ممكن تبقى زارع مانجا من البذرة في قصيص زي ده، تثمر معاك اخر يعني الموسم الجاي. ليه؟ لان هي خلاص الجذور بتاعتها اتحددت جوه القصيص ده، لفت واحتفظت بكل الغذاء بتاعها، تمام، احماض وما شابه يعني. تمام. انا عاوز المعلومة توصل لك. طبعا دي مانجا من المشتل، مطعمة، تنتج السنة الجاية، طب لو هي نتجت السنة الجاية عفوا، وانا خدتها في ارض مستدامة، هل تنتج السنة اللي وراها؟ لا طبعا، لان زي ما قلنا هي اتأقلمت على القصيص ده وخلاص، وهتبتدي تروح لأرض مستدامة مفتوحة. الجذور بدل ما كانت ملتفة هتمشي وهتاخد طريقها لتغيير المسار من مقزمة إلى مستدامة، يعني أرض أوسع. طيب هنروح لنموذج تاني، وزرعة المانجا من البذرة. طبعا احنا معانا المانجا زي ما انتم شايفين، دي المانجا المزروعة من البذرة. دي يا جماعة السنة الجاية ان شاء الله نطعمها، مش هتنفع، تمام، نقعد نستناها 5 سنين وممكن نستناها 10 سنين. دي احنا هنطعمها السنة الجاية، لان مش هينفع التطعيم قبل سنة، تمام، لان انت كده ما عندكش سقان تستحمل. زي كده بردك نموذج، لازم يكون السقان اتحولت من الخضرية الى الخشبية عشان تستحمل التطعيم، عشان لو اثمرت كمان ما يحصلهاش عملية تكسير، تمام. فطبعا عفوا، المزروع من البذرة يختلف عن الشتلة اللي انت جايبها من المشتل. اللي جايبها من المشتل بتبقى الام شيء والجنين شيء تاني. يعني الام مثلا سكري، انت طعمتها بزبدة، انت العكس صحيح. فدي بتختلف معاك من مشتل لمشتل. يعني مثلا دي سكري، لما اجي اطعمها ممكن اطعمها زبدة، ممكن اطعمها فص، ممكن اطعمها التطعيم اللي يعجبني انا. ده اللي بيختلف معاك من تطعيم لتطعيم. اما انت تزرعها النهاردة وعاوزها السنة الجاية فوق سطح المنزل تثمر، لا ده مستحيل. طبعا احنا بنقول السنة الجاية ان شاء الله نبتدي نجيب لها قلم ونطعمها ونستنى الثمرة السنة اللي وراها. ويبقى كده احنا وصلنا لك المعلومة اللي فيه فرق بين شجرة وشجرة، بالذات في المانجا. وانواع المانجا يا جماعة لا تحصى. وهتلاقي اي حد يعني الا من رحم الله حافظ الانواع، لان انواع المانجا كتيرة جدا. وطبعا فضلا وليس امرا، لو استفدت من الفيديو ما تنسناش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس،
ليوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.